بودكاست حكايتها. حكايتها تهمني، تهمك، تهمنا كلنا. ازيكم؟ انا سارة عزيز من سيف ايجيبت. النهارده تيك توك وسيف ايجيبت ومنتدى شباب العالم بيقدموا لكم بودكاست حكايتها. حكايتها اونلاين، حكايتها تهمني وتهمكم، وهنتكلم النهارده على اللي مستخبيين ورا الشاشه. ايه اللي ممكن يتقال لنا ويتبعت لنا ما نبقاش حابينه؟ طب نتصرف ازاي؟ ايه الفيتشرز اللي موجوده عندي اللي ممكن اامن بيها نفسي، بس كمان انا ابقى جاهز ازاي وانا باخد قرار كده ان انا هطلع اونلاين، فابقى مستوعب ايه اللي هيحصل. معانا بسنت آلي دينار، ومبسوطه قوي ان انا اتعرف عليها اوف لاين، يعني هي قاعده قدامي مش ورا الشاشه بقى المره دي، بس هتكلمنا عن ايه اللي بيحصل كونها كونتنت كرييتور على تيك توك. ايه اللي بيحصل من الكومنتس ومن الحاجات اللي بتتبعت لها، وزي التنمر الالكتروني فعلا بيوجع وبيزعل، بس ابقى جاهزه له ازاي، عشان احنا مش عايزين نقول لكم حاجات تضايقكم ونسيبكم متضايقين. بسنت، ازيك يا الحمد بسنت؟ لله كويس، كويسه الحمد لله. السايبر بولينج او العنف اللي ممكن، او التنمر الالكتروني ممكن اواجهه وانا بطلع اونلاين. مم. عايزه ارجع خطوه كده واسالك، انا اعمل ايه وانا بقول لنفسي انا شخص قررت اكون اونلاين؟ مم. متهيألي لازم اعمل سيلف توك معينه لنفسي وانا بطلع اونلاين. بس هو الفكره ان انا مثلا هتكلم عن البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي. انا لما دخلت انا كنت داخله فور فن، ما كانش في كتالوج ان انا يعني الواحد ما بيبقاش اديوكيتد قوي ان في صح فعلا حاجه زي كده على السوشيال ميديا بتحصل، وفي حاجات اكستريم. صح. وانا ما كنتش بشوف، ما كنتش بركز قوي مع الكونتنت كريتورز اللي قبلي او الاعلى مني او كده، او يعني البديل من قبلي بيحصل لهم ايه. بالظبط، ما حدش فينا بيخش يتابع مسجز اه سخيفه، مسجز مش اه سخيفه. ودي على فكره واحده انا عايزه استغل الفرصه دي واقول، وده هدف البودكاست ده، ان احنا نقول يا جماعه جهزوا للي بالظبط هتشوفوه، بالظبط عشان ممكن يبقى بايخ، بس ازاي نبقى جاهزين له. بالظبط. فلما حد ورا التاني بيكسبوز ان في بيحصل له هيت او في نيجاتيف كومنتس بتيجي، ففي ناس بقى اللي هم بيبقوا عايزين يخشوا المجال بيستوعبوا ان انا لا، انا مش هقدر ان انا اسمع ده او اشوف ده بيتقال لي او كده. فهي الفكره كلها، هي مش الفكره في السيلف توك، هي الفكره ان انا يعني هي محتاجه فعلا اهيئ نفسي. هي مش باك توك صغيره، ازاي بقى؟ محتاجه اهيئ نفسي في ان انا طيب انا اول حاجه لازم كنت بقولها لنفسي دايما ان انا دايما لازم اتكلم. اللي هو انا لو شفت حاجه مضايقاني انا على الاقل هتكلم مع اللي حواليا. صح. واحده واحده كنت ابتديت ارد على الكومنتس دي. بس اوكي. الفكره ان للاسف مع كل مره برد فيها الموضوع بيكتر مش بيقل، طب وبيكتر جوايا اه اكتر ما بيكتر على السوشيال ميديا. صح. لان من ضمن مثلا 300 كومنت لو في مثلا 50 60 نيجاتيف، فيستحسن ان انا ما اتجنبهم او ما ردش عليهم وما اسيبش ال 250 التانيين الكويسين، الكويسين. لان ده الطبيعي، ده المعدل الطبيعي، لان مش كل الناس هينفع تتفق عليكي. صح. طب بس انت قولي لي، تعالي نرجع خطوه كده ونقول للناس انا ايه اللي ممكن اواجهه من رسائل فيها كره امم اونلاين. انواعها ايه، اشكالها ايه كده؟ ما هي دي الفكره، هي الفكره ان السايبر بولينج او العنف او كل حاجه دي بتتقسم كاتيجوريز. في الحاجات اللي هو واحده تدخل تعلق على حاجه، اللي هو الحاجات اللي تعدى ممكن اصلا ادله المسج حتى مش ورث ان انا حتى اعمل لها بلوك، الموضوع مش مستاهل كده. مم. لحد بقى الاكستريم اللي هو الهراسمنت بقى. في ايوه حاجات بقى اللي هو بتتقال او طبعا. والتهديدات او كده والحاجات مم. دي. في حاجات اللي هو تتعدى، فانت على حسب الموقف انت بتردي او بتعملي الاكشن بتاعك. مم. الحاجات اللي بتعديها كانك ما قريتهاش. في ناس لا خلاص انا مش عايزاكي تتابعيني اصلا، انا هعمل لك بلوك. وفي حاجات لدرجه من انت المفروض تاخدي حتى اجراء قانوني فيها. صح، يعني وده في مهم انك تبقي اكستريمز. عارفه ان ليكي حق بالظبط تقدري تاخديه قانوني لو بالظبط حد بعت حاجه بالظبط. عدت الحدود او امم الليميت. فانت بتقولي انه اونلاين انا ب... ببقى اونلاين متاحه، امم بس ببقى جاهزه ومستعده ان انا اشوف مسجات سخيفه. فممكن انواع المسجات اللي تجيلي تبقى ليها علاقه بتريقه على شكلي، تريقه على انا مين، بتكلم ازاي. امم ومفيش حد فينا نزل فيديو وما لقاش ان في حد بعت له حاجه سخيفه بشكل او باخر، اتريق على مناخيره وشعره وشكله لونه وطريقته اي حاجه. امم وكأن الناس بتستخبى يا بسنت ورا الشاشه، ما هي دي الفكره. وبتحس بحريه اكتر امم عن ما انا وانتي في وش بعض بالظبط حد يقول لحد حاجه بايخه. بالظبط. فقسمتيها معانا انواع، قلتي في امم تنمر، في سخافه، في امم رزاله، في كمان تحرش. امم أم، انا ببقى عامل ازاي لما بستقبل حاجه زي كده وانا حد اونلاين بقدم محتوى بشكل او باخر؟ لا، في حاجات انا بالنسبه لي علشان انا حتى ما كنتش يعني انا مثلا متربيه في كوميونتي معين امم ومتربيه في بيت معين، انا عمري ما سمعت الكلام اللي بيتقال لي ده. فطبيعي لما تحس ان انت بيتقال لك من شخص غريب publicly، صح. اللي هو انا اذا كان انا اهلي
انا يعني كبرت في كوميونتي ومع اهلي، عمري ما سمعت الكلام ده بيتقال حتى حواليا حوالينا ولا ليا. صح فكون ان صح انا بستقبله من شخص غريب وقدام الناس في العلن، اه فاللي هو بحس فعلا جامدة بإهانة في صح اوقات فعلا بحس اللي هو بإهانة فعلا، وحاجات فعلا بتضايق. بس هي الفكرة ان انا اللي واحدة واحدة ابتديت لازم ان انا انشف عضمي شوية، اللي صح هو علشان على الاقل اعرف اتعامل مع الموضوع. طيب عندنا شقين هنا بقى. اه. شق ليه علاقة بخصائص انا اقدر اعملها، اقفل كومنتس، امم. ريستريكت حاجات معينه، عارفه ان في حاجه ليها علاقه بالفلترايزيشن، اقدر امم. افلتر الكلمات معينه انا مش عايزه اسمعها. امم. احنا عندنا على سيف اكاونت مثلا لما نيجي نحط فيديو ليه علاقه مثلا بالاطفال امم. اللي بتتعلم ازاي تبقى في امان من صح. التحرش الجنسي، يقولوا لا، واحنا بنشوف كومنتس غريبه امم. حقيقي، امم. فنقدر نحط كلمات معينه امم. احنا متوقعينها تتقال على الفيديو ده ما يظهرليش، بالظبط. واقدر اريبورت. امم. قولي لنا حته عن الجزء ده وهنرجع بقى وهنختم في حته المتانه النفسيه وانا نفسيا اعمل ايه. تمام. هو الابلكيشنز دلوقتي بالذات تيك توك هو اوريدي اوتوماتيكلي بقى حاطط كلام كتير قوي صح فلترت، فحتى لو الشخص ده كتب كومنت مش هيظهر، صح الا لو مثلا ممكن يكون في جمله معينه فتظهر انت اللي اتاكسبتت ولا لا، اوكي فبالتالي انت ممكن تشوفيها وممكن ما تشوفيهاش خالص. هايل. وفي كلام كاستمايزد ليكي انت تقدري تحطيه اقدر احطه لنفسي صح. بس. وفي طبعا الريبورت او البلوك اوكي بس، وكده اكون على الاقل حميت نفسي يعني حوالي 60 70% من نفسي، على الاقل ان انا اشوف ده، ان ايوه. انا ابقى اكسبوز لده. وال30 او ال40% التانيين متهيألي يا بازنت هم ليهم علاقه ب انا بقول لنفسي مهم. انا طلعت اونلاين، صح. انا نزلت اشتغلت، خليني مم. اقولها انا نزلت اشتغلت. مم. وارد جدا يا جماعه اقابل ناس سخيفه جدا في الشغل وناس بالظبط. لذيذه جدا، دي بالظبط. الحياه اصلا، الحياه فيها الناس دي وفيها الناس دي. بالظبط. ناس ممكن تبقى قاصده تبقى سخيفه، ناس ممكن تبقى مش قاصده، مم. ممكن ناس تبقى دي طريقتها في الكلام. مم. الاختلاف موجود، وكل ما بطلع اونلاين كل ما الاختلاف صوته بيعلى يمكن. وطريقته بتختلف. وطريقه هي ازاي؟ الفكره مش في الاختلاف، ما عنديش مشكله نبقى نختلف مع بعض يعني، ما صح هو مش كل حاجه، مش كلنا صح نحب نفس الحاجه ولا نكره نفس الحاجه. صح الفكره في طريقه الاولان او التدخل. مم. يعني في ناس بتوصل لدرجه اللي هو احنا عايزين نعرف انت بتاخدي كام. اه انا مامتي نفسها ما تعرفش. اه يعني في حاجات ما بتبقاش بولينج على اساس ان هو دي ضريبه السوشيال ميديا، هم بينورماليز ان دي ضريبه السوشيال ميديا، طالما انت بابليك احنا من حقنا ده. ايوه وبعد كده لما تيجي تردي، سواء كنت بتردي كويس او بتردي وحش، بيتضايقوا. فاللي اه هو بالنسبه لها ان احنا من حقنا ده، بس انت مش من حقك انك تاخدي اكشن towards ده. اه فده اللي بيبقى unfairness في الموضوع. طبعا فدي بقى برضو تأهيلة ده نفسية ليفل تانية، تاني فاهمة؟ ايوه صح بس فعشان كده بقول لك صح الموضوع كاتيجوريز كتير قوي. صح. طيب كوني اجهز نفسيا للقصه اللي ليها علاقه باللي هواجهه اونلاين، امم. واحنا هنا بنكلم الشباب اللي زينا واللي قدنا، امم. اللي عنده النهارده فرصه يطلع يقول، يمكن ده امم. ما كانش موجود من 10 سنين. احنا صح. ابتدينا من 10 سنين اه او من اه اه 11 دي سنه، حقيقة. لا احنا كنا بنجمعهم في فصل ونقول لهم اللي احنا صح. عايزين نقوله، بس ان احنا او بننزل فيديوز او كده امم. بس. لا لسه انا متهيألي الثلاث اربع سنين اللي فاتت في فرق كبير قوي امم. حصل في ان انا افتح الكاميرا واقول انا جايه النهارده اقول لكم تك تك تك. صح. في حلقات تانية بنتكلم احنا نوجه ازاي ولادنا ويبقوا في امان وده، امم. بس النهارده بنتكلم عن انا اجهز ازاي كحد من الشباب يونج امم. ادولتس وانا اونلاين وممكن اتعرض لمحتوى آه، يوجعني، او لما اقدم محتوى الاقي امم. هجوم بشكل او باخر. وانتي قلت لنا الكاتيجوريز من اول تعليق سخيف امم. لغايه تحرش امم. وحاجات غير لائقه بيعاقب عليها قانون، امم. فاقدر اخد سكرين شوت واقدر اروح لمباحث الانترنت واقدر ابلغ، وموجود وبيحصل وبياخدوا اكشن. عشان كده عايزه اشجعكم تعملوا ده. امم. لكن رجوعا لحته متانتي نفسيه، بس امم. انت انا يعني قولي ما تقولي لنا، انت بتعملي لنا حاجات خلف الكواليس، اعملي لنا خلف الكواليس بقى مع بعض النهارده. يعني تاخدي نفس عميق، بتقولي ايه لنفسك؟ قولي لي مره واجهتي سخافه حقيقيه اونلاين، قلتي ايه، عملتي ايه، السبورت سيستم اللي كنت بتحكي لي امم. عنه ده مهم قوي الناس تسمعه، فبليز قولي لنا الحته دي. بصي بصراحة أنا حاسة إن أنا محظوظة شوية بالناس اللي حواليا، إن أنا هم يعني بقوا حطوني في سيف سبيس، إن اتكلمي لو في حاجة مضايقاكي، ورينا اتكلمي، وإحنا سيبلنا يعني إحنا هنساعدك. ايوه فبالتالي أنا وكلنا كده يعني، كلنا لازم بيكون حوالينا زي ترايب سبورت كده، سيستم سبورت سيستم سوري، طبيعي بنلجأ له لما طبعا. بنبقى متضايقين. فمش مش لازم في كده في كل حاجة. ايوه فانا بالنسبه لي ماما لما بتشوف الحاجات دي او لما بتسمع الحاجات دي او بتقعد تتكلم معايا، اللي هو انت متضايقه ليه، انت مش كذا، دي حاجه مش بتديفاين يو اصلا. هم صح ناس بيأسيوم اصلا ان انت شخص معين، هم ما يعرفكيش.
حتى لو انا بتضايق. فالكلام ده على الاقل على قد ما هو ممكن يكون لبعض الناس كلام كليشيه، بس هو بيأثر فعلا. يعني انا بيفرق معايا ان انا حد يجي يقول لي ان الكلمه دي مش اللي انت بتصدقيها واللي مخنا والانكزايتي بتاعتنا بتضحك علينا بيها، دي مش صح. وصحابي والثيرابيست وكل الناس، يعني انا في ناس ممكن تاخدها اللي هو سوري في اللفظ، اللي هو ده اللي حواليكي بيطبلوا لك. لا، هم عشان هم عارفيني، فعارفين ان انت الشخص الغريب هو اللي مش حقيقي. انا هرد على حته بيطبلوا لك من اللي انت قلتيه، وده كاني برضو عايزه افرد للناس اتيح ليهم فرصه فهم فكره الدعم او مجتمع الداعم اللي حواليا اللي هو السبورت سيستم. كنت مره بحضر كونفرنس وتعلمت عن مبدا تيبل اوف سبورت، فكره ترابيزه مليانه دعم او دائره الدعم اللي حواليا. وبمنتهى البساطه هي ترابيزه انا بعزم ناس عليها تقعد يا بسنت، بقول لهم يعني اقول لك بعمل ايه، فمش ترابيزه حقيقيه يعني. ايوه عشان مش ترابيزه بجد. فمثلا بقول انا محتاج كونسلنج زي ما انت قلتي، وفكره ان انا نورماليز النهارده فكره ان انا بحتاج دعم نفسي واروح لشخص متخصص، دي ما فيهاش اي حاجه عيب او اي حاجه مهينه او تقلل مني. كلنا رحنا كونسلنج في وقت، وكلنا بنروح ولازم نروح لو احتاجنا. وجود شخص متخصص معالج نفسي احكي له الحاجات الصعبه اللي بعدي بيها، بيديني تكنيكس امشي ازاي، وكانها حاجه من الحاجات اللي انت بتعمليها بتدعمك في الجيرني بتاعتك اونلاين. وجود عيله، والعيله دي في العيله الموجوده وفي العيله المختاره، فانا ممكن اختار عيله وممكن يبقى عندي العيله. فلو حد النهارده جاء يا بختك، بس انت قلتي انا محظوظه صح، ممكن مش كل الناس كده ما عندهمش بابا وماما سبورتيف بيدعموا بيصدقوا فيهم، ماما موجوده او بابا موجود، حد من العيله ممكن تختار حد داعم من الناس القريبه وتختار الشخص ده يبقى موجود. بتجيب صاحب او صاحبه على الترابيزه. حد تالت ممكن تجيبه ليه علاقه انك تبقى اكاونتبل. يعني هنا بقى حته التطبيل، يعني اجيب حد وانا الشخص ده في حياتي انا عندي 2 كده على الترابيزه دي، هم دول اللي ايه عارفه. بس انت بقى رايحه بقى وبحكي وبتكلم ومتاثره قوي، بس دول يقول لك وجهه نظر تانية خالص. بس انت كنت المفروض تعمليها كده مش كده، فالشخص ليه حق يتضايق. اللي هو مش هيسمعك اللي عايزه تسمعيه، ايوه، مش هيقول لك اللي ودانك عايزه تسمعه. وده مهم قوي في رحلتنا عامه في الحياه، ان انا ادرك ان انا عندي ناس معالج نفسي متخصص. ده مش لازم الناس دي مش تبقى موجوده فوريفر يعني. العيله موجوده طول الوقت، الصاحب الجدع اللي متاح، الشخص اللي ببقى اكاونتبل ليه بيصلح فيا وبيظبط فيا. ده اللي حاصل معاك يا بسنت. دول الموجودين. لما بتحكي لهم ايه اللي بيحصل؟ على حسب الموقف، علشان انتي برضو قلتي موضوع الناس اللي هو بيبقى ليهم وجهة نظر تانية وكده. انا بتكلم مثلا هنا في الكلام اللي بيضايقني او الكلام اللي انا بحس ان انا بتهان فيه، دي ملهاش يعني، دي حتى لو الناس او الاتنين اللي في حياتك دول ما يعني مش هينفع ان هم يقولوا لك اصل هم عندهم حق. يعني هم كده، يعني ما هو هم بيهنوكي معاهم. لا طبعا حسب الموضوع بالظبط. لا فهو مش بقول انه لو جيت قلت لهم حد ضايقني ايوه بالظبط، هو ده قصدي يعني. فهو اوريدي انا اللي حواليا هم نفس الموضوع كده. فانا حتى لما مثلا في فيديو انا شاكه فيه او حاجه او هحس ان انا مثلا هاوفند كاتيجوري معين من الناس او كده، باخد رايهم بالظبط، علشان كلنا بنبقى محتاجين other perspective. صح، فهو وجهات نظر اخرى من عينين تانية شايفين الموقف معانا. بالظبط. فانا عامه الثيرابيست بتاعتي بتقول لي، يعني علشان انا كنت دايما زمان بطلع وبرد وساعات ببقى محموقه في الكومنتس او فزي ما قلت لك هم بيتقسموا كاتيجوريز كتير. في كاتيجوري معين بيبقى فعلا هو بس desperate for attention، هو عايز انت تردي عليه بس عايز يشد انتباهك. بالظبط. فانا حتى في كذا مره دخلت كلمتهم برايفت. يعني انتوا بتشتموني برايفت، فانا دخلت اتكلمت برايفت، اللي هو انا عايزه اعرف ليه. ما عنديش مشكله، اوكي، اي اكسبت انك كارهني كده، بس ليه عادي يعني، ما هو اصل انت ما تعرفنيش. والرد كان ايه؟ لا انا بس كنت عايزك تردي. عشان كده بتقولي في فئه عايزه الاتنشن. في فئه، فاللي هو ده حاجه اللي هو انا عاطف عليك، انا مش هتضايق منك يعني. أيوه. بس فهي قالت لي ان لما توقفي ان انت تظهري اصلا ان بيبقى فيه هيت عليكي او نيجاتيف كومنتس، اوريدي الموضوع هيقل. لان يعني انت دلوقتي مثلا احنا كلنا اهو قاعدين في اوضه، لو مثلا انا وانتي لينا نفس الراي، بس انا وانتي ما نعرفش ان انا لينا نفس الراي، وانتي قررتي تطلعي تقولي رايك، فانا اهو طالعه مشجعاكي. ايوه بس هي دي الفكره. لكن لو حد قرر ان هو يوقفك وانت مش هتقولي رايك، فانا هخاف مش هقول رايي. فانا بوقف الموضوع، بقلله واحده واحده على الاقل. فانت عايزه تقولي، ودي مهمه قوي، انه لما بتكلم وبقول ده حصل معايا، او الناس بتشوف كومنت سخيف بس طلعت في فيديو تاني وكملت اللي انا عايزه اقوله لاني عندي حاجه عايزه اقولها، ده بيشجع ان الكره يقل او ما ياخدش حجم اكبر من حجمه. يا ستي خليه زي ما هو، بس اشجع ان الناس تاخد خطوه وما تخافش. بالظبط. لو عندك حاجتين حاسه ان هما بيفرقوا مع بسنت
وهي طالعه اونلاين بتتكلم، ليه علاقه بالامان بتاع بسنت اونلاين، تقولي لنا ايه؟ بحس قصدك يعني بالامان وانا طالعه بتكلم. بتشجعي ازاي نفسك لمواجهه ده؟ بصي، هي الفكره كلها بتيجي بالممارسه والخبره. انا بقالي دلوقتي خلاص داخله على 3 سنين. ففي الاول خالص، او انا ما كنتش بعمل اصلا حتى محتوى بتكلم فيه. ايوه ففي الاول خالص قعدت كتير قوي بعيد الفيديو، قعدت كتير قوي كتير قوي كتير قوي. بعد كده قعدت اقول لنفسي اللي هو في 300 واحد ما جاتش عليا في صح بجد كتير قوي يعني. في ايوه نفس الوقت اللي هو انا حاسه ان انا I believe in myself، ودي حاجه يعني فرقت معايا. اللي هو انا مصدقه في نفسي ان انا ممكن يكون ليا رأي، تمام، واكيد في ناس معينه يعني هتوافقني في الرأي، وفي ناس مش هتوافقني في الرأي. في نفس الوقت طالما انا مش بعمل حاجه غلط تأفند البشريه، فانا حاسه ان انا ام سيف. يعني انا ايه صح اللي انا بعمله في محتوايا يحسس الناس ان انا شخص خطر عليهم؟ بالعكس، ده انا جزء كبير من محتوايا هو التوعيه عن الصحه النفسيه. مظبوط فانا اوريدي بساعدكم بطريقه دايركت او اندايركت صح بالاكسبيرينس بتاعتي ان انتوا تبقوا احسن، تبقوا من فيرجن احسن من نفسكم. ولما انت اصلا بتذكري في الفيديوهات فكره وجود ثيرابيست او مم. معالج نفسي، انت كانك بتدي للشباب برضو سكه انه انت روح امشي صح سكتك. صح انا مش بقوله ده ما انزلش، شوف انت هتعملها ازاي. صح. بس في امل بيتصدر للناس لما بنقول ان احنا ماشيين سكتنا مم. وماشيين المشوار بتاعنا، وبالتالي انت النهارده تقدر تمشي المشوار بتاعك في الصحه النفسيه. صح. عالم الاونلاين خطر، مم. ولكن نقدر نخش واحنا فاهمين اكتر عنه. يمكن زي ما قلتي محدش قالك وانت بتبتدي مم. الفيتشرز اللي ممكن تساعدك مم. في حاجه زي كده. حاسه بايه وانت بتعملي كونتنت يا بسنت؟ دلوقتي انا فعلا، انا بجد بجد ببقى مبسوطه، بالذات ان انا على مدار السنين اللي فاتوا انا بنيت الاودينس اللي شبهي. ايوه اللي هو اللي انا عارفه ان هو حتى لو انا غصب عني فلتت مني حاجه، ودي فعلا حصلت كذا مره، هم هيعرفوا لا دي مش بسنت او كده، ايوه حتى لو هم ما يعرفونيش وشافوني. ايوه وفي نفس الوقت الاكسبتنس، اللي هو خلاص انا كمان هاكسبت ان فعلا مش كل حاجه الناس هتتقبلها، زي ما انا كمان مش بتقبل كل حاجه. صح لان صح زي ما انا شخص كونتنت كريتور وعندي سوشيال ميديا بلاتفورم، انا متفرجه. ايوه انا برضو انا الشخص اللي طبعا قاعد زي الاودينس صح بس. صح فانا دلوقتي انا بحب اعمل كونتنت قوي، بالذات ان انا بيبقى عندي رساله معينه ايوه بس. فهي ده اللي بيفرق معايا، وبيفرق معايا جدا 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 لما حد يقول انا اتعلمت منك في حاجه، انا اتحسنت بسببك في حاجه، انا النصيحه دي فرقت فرقت معايا معايا او طبعا. كده، او انا كنت مكسوفه اروح سمر تحسي لثيرابيست. بسمر كده. بالظبط، اللي هو صح بحس اللي هو ان انا فعلا اللي انا بعمله دي حاجه يعني حلوه، فانا بحس بامان ان انا في كاتيجوري انا مش بأوفند بيه البشريه صح يعني. وكمل. بالظبط. بسنت ثانك يو قوي You're قوي welcome. قوي. وجودنا اونلاين في ريسك بناخده، بس نقدر نفهم اكتر عن ازاي نبقى في امان، وازاي نفهم ايه الحاجات اللي محتاجه اعملها جوايا ومعايا وعلى البلاتفورمز اللي بستخدمها عشان أأمن نفسي أكتر، وأبقى صوت يشجع الناس تكمل وما توقفش اللي مستخبين ورا الشاشات ومش هاممهم حاجة، لأن احنا عندنا حاجة مهمة تتقال. بس أنت مبسوطة قوي إني وانا شفتك كمان أوفلاين. وانا كمان كملي أونلاين، وميرسي إنك موجودة معانا Thank النهاردة، you. ونشوفكم في الحلقات اللي جاية. ان شاء الله.